السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم دائما في قناتكم قناة فضيل المتنوعة. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. واليوم جيتكم بفيديو جديد اللي المحتوى ديالو عبارة على مسمن بالزنجلان أو السمسم اللي كيجي لذيذ ورائع وزوين، وصيغتو في هاد الفتره هادي اللي كاينه الشتاء. تبارك الله ما شاء الله على واحد الجو رائع وزوين. وخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. المكونات اللي غادي نحتاج في هاد الوصفه هادي: عندي كيلو ديال الدقيق الابيض من نوعيه ممتازه، عندي الزيت، نص لتر ديال الماء، سكر الزا، نص معلقه صغيره ديال الملحه، عندي الزنجلان او السمسم، عندي الزبده. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في هاد الوصفه هادي. وخليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر. واول حاجه غادي نبدا بها اللي هو السمسم، غادي نوضعه في المقله الثقيله بحال هكا باش يتحمر، ونمهل عليه النار، ما نخليوش النار مرتفعه. هو ديجا راه مغسول ومنقي، لان دائما تيكون عندي جاهز. سيرتو دابا راه الحال بارد، راه كاينه الشتا والغيام، واخا نغسلوه ما غاديش ينشف. يعني انا دائما كيكون عندي واجد. وجدته قبال ملي كانت الشميشه وكان الجو زوين، واخا حتى دابا راه الجو الحمد لله رائع رائع، واحد الجو زوين بزاف، لان انا كتعجبني الشتا. صافي دابا غادي نوضع الطحين في البول ديال العجانه، والطحين راه ديجا غربلته، لان ما يمكنش نوضعوا الطحين في العجانه بلا ما نغربلوه، ضروري خصو يتغربل. ودابا انا كنوجد هاد الرغيف هادو، وواحد الجو ديال الشتاء ما شاء الله. اللهم بارك يا ربي، تدوم علينا نعمتك يا ربي، الحمد لله. ودابا ملي وضعت الطحين غادي نزيد عليه الملحه وهداك السكر الزا، وغادي نزيد عليه طريطيقه شويه شويه ديال الخميره، ضروري يعني طريطيقه ما نكتروهاش، ضروري. ها نتوما كما كتلاحظوا معايا شويه. ومن بعد ما وضعت هاد المكونات كاملين غادي نزيد عليهم هاد نص لتر ديال الماء. والماء تيبقى عينكم ميزانكم، حيت دابا الطحين كيكون مختلف، كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما تيشربش، اللي كتوضعي فيه القياس ديال الماء صافي كافيك. ولكن عينكم ميزانكم. بالنسبه لهاد الطحين اللي انا عندي هذا، يعني نص لتر ديال الماء اللي كنوضع في كيلو ديال الطحين كيكفيني صافي. يعني كيعجن ليا العجينه بالطريقه اللي انا بغيتها، وكنخليها مده ديال ربع ساعه وهي كتعجن في العجانه، على اساس باش يجينا داك المسمن ديالنا كيجي زوين ويجي لين في التقراص. ملي نبداو نقرصوه ما تجيناش العجينه عاوتاني قاصحه، العجينه ديالو خصها تجي متوازنه، تجي مسكه صافي. وكما كتلاحظوا معايا وضعت شويه ديال الزيت في ايديا باش زولت العجينه صافي، وغادي نخليها ترتاح 5 دقائق. وغادي نبدا نشكلها كويرات، وكويرات اختياريين، يعني بغيتو ديروا المسمن ديالكم كبير ديروه، بغيتو ديروا مسمنات صغار ديروهم. انا تيعجبني مسمن صغير، ما تنبغيش نديرو كبير بزاف، على اساس هكا الوليدات. بالنسبه للوليدات يعني اللي كان شي حاجه خصو يكملها، الا درتو مسمن كبير الوليدات يعني ما غاديينش يكملوا، ويبقاو دوك الطرافعي زايدين هكاك، يبقاو يلوقوا ما كاينلاش صافي. بالنسبه ليا انا بديت كنشكلو في هذا الشكل هذا، درتو معي كويرات صغارين باش يجيني المسمن ديالي صغيور. ومن بعد ما كملت المسمن في التشكيله ديالو، وجدت عندي السمسم اللي ديجا حمرته، ووضعت المقله الثقيله من بعد ما غسلتها، من بعد ما ساليت منها التحمار ديال السمسم غسلتها صافي. والزبده والزيت سخنتهم في الميكرووند، وغادي نبدا نقرص المسمن ديالي. واللي قرصتها خصني نطيبها في البلاصه، ماشي نقرص ونخلي، لا، خصني اللي قرصتها نطيبها توت سويت، يعني ما تخليوش حتى يطرخا، حيت لا الطرخه غيبدا يخرج منه هذاك السمسم، ما غاديش يجينا المسمن ديالنا مزيان. وملي نبداو نقرصوا فيه هكا خصنا نغرقوه مزيان في الاول، حيت ملي غادي نوضعوا عليه السمسم ما يمكنش نبداو عاود نقرصوه، لا، حيت غادي يخرج لينا من العجينه ديالنا. غادي نورقوه بحال هكا في الاول مزيان مزيان، يعني تتعود يبان لك الصحن اللي حنا كنقرصوا فيه، يعود العجينه تبان لك شفافه. ضروري خصو يتورق، كنأكدها وتنعاودها، علاش؟ باش ما يجيناش المسمن ديالنا غليظ، حيت راه فيه طريقه ديال الخميره، والخميره راه كتجعل المسمن ديالنا تيكون غليظ شويه،
حيت هذاك التوراق تيكون مهم. وصيغتو المسمن راك كتعرفوا تتجي طويه فوق طويه. انا بعدا تيعجبني المسمن يكون رقيق، ما عزيزش عليا المسمن تكون فيه البابه بزاف. صافي وغادي نوضع فيه السمسم بهذه الطريقه هذه. يعني كتهزوا بمعلقه صغيره، ما تقيسوش بيديكم حيت يديكم فيها الزيت غادي يلصق لكم في اليدين ديالكم. ديروا معلقه صغيره وقبطوا بها صافي، وبداو طويو بهذا الشكل هذا. مسمن مربع عادي، ولكن الطريقه راه تتجي رائعه ولذيذه. وصيغتو هذوك السمسم مع محمر تيعطي واحد المذاق لذيذ لذيذ وزوين، وتيجيو رائعين. هاد المسمنات تيجيو فنين فنين صافي. وما ما نعطيوش يدينا مزيان. انا واخا تشوفوني كندير ليه هكا بيدي راه يعني ما تنقرصوش بزاف، غير كنقيسو بصباعي. ضروري خصنا نقيسو باش نقادو صافي. وملي تنوضعو في المقله عاود كنقادها عي شويه كما قلت لكم، راه ما تكليكيوش عليها بيديكم بزاف صافي. وغادي نتخليوها واحد شويه يعني 3 ثواني وقلبوها. ملي تقلبوها هاد الطريقه السر الوحيد اللي تيخلي الرغيف ديالي او المسمن تيجيو متولين وزوينين ولذاذ. خليكم معايا باش تشوفوا اشنو تندير ليه، لان كيجي رائع رائع جدا. اللي هي هاد الخشبه هادي جبتها معايا من مدينه ازرو. تحيه الناس ديال ازرو. من تما منين جبتها معايا وفغيمون جربت بها المسمن عده مرات. كيجي المسمن مقرمش ورقيق. ملي كتقلب المسمنه وتتكليكي عليها بهاد الخشبه هادي، يعني المسمنه تتشرب بعد العافيه. اولا تتجي طيبه من الداخل وكتجي مقرمشه وكتجي محمره وصافي. وكنستمروا بنفس الطريقه، يعني كنبقى نورق المسمن ديالي وتنوضع فيه السمسم. وعلى حسب دابا بحال عندي انا بنتي الكبيبره كيعجبها هاد الزنجلان، هادو ديالها هي عمرتهم مزيان ليها بالسمسم صافي. ووضعت فيهم الزبده على حسب، يعني بغيتو ديروا الطريقه الاولى اللي درت، يعني عيد توضعوا السمسم ملي كتورقوا المسمنه ديالكم. بغيتو ديروا هاد الطريقه هذه يعني تعمروها بالسمسم ديروه وتعاودوا ديروه ماشي مشكل. يعني هو كيجي لذيذ ورائع حيت هو دايجه محمر، يعني ما عنده الا منفع ما يضر. وملي نوضعوه في المقله ما نكليكيوش عليه بزاف بصبعنا كما قلت لكم في الاول باش ما يخرجش لينا داك السمسم من العجينه صافي. نحاولوا غير نقادوها وصافي. ملي ننزلوها في المقله ديالنا صافي وكنقلبوا بهذه الطريقه هذه وكيجي محمر مقاد. سبحان الله، راه ملي كتكليكي عليه بهذه الخشبه كيجي محمر متول ما شاء الله. والصحة والراحة وصحتنا جميع والله. مع الشتيوه تيجيو رائع رائع. راه كما قلت لكم راه تنصيف في هذا المسمن وانا ناشطه فرحانه. اللهم دومها علينا فرحه يا ربي. وملي غادي نسالي من المسمن غادي نطلع نصور لكم لقطات جميله في السطح، لقطات زوينين واعرين واعرين ان شاء الله باذن الله. وملي تكون شي حاجه عجباني وانا فرحانه بها تنبغي نشاركها مع المتتبعين ديولي. وهذا هو المسمن ديالنا، ها هو وجد لينا تبارك الله ما شاء الله. يعني حيت درتهم الصغار هذاك الكيلو ديال الطحين راه خرج تبارك الله اللهم بارك. يعني شكلا محمرين وزوينين. وانا من المعجبين ديال الرغيف يكونوا صغار، المسمن يكون صغير. ودابا غادي نبدا نوضعو في هذا الصحن هذا غير القياس اللي انا غادي نحتاج في هذه اللحظه هذه. وغادي خصنا عي شي براد ديال اتاي مشحر على حقو طريقو وبصحتنا جميع يا ربي. عرفتي ما شاء الله. والريحه بعد الريحه فايحه منهم غزاله غزاله تبارك الله اللهم بارك يا ربي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيف ديالنا. وكما وعدتكم اني ماشيه نصور لكم لقطه في السطح ان شاء الله باذن الله وننزلها لكم في الفيديو وبصحتنا وراحتنا جميع واللهم بارك يا ربي. ونتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وحظ موفق المنتخب الوطني ديالنا الاسود ان شاء الله باذن الله. وما تنسونيش من لي لايك والبارطاج، وإلا عندكم شي ملاحظه خليوها ليا في الكومونتير المتتبعين ديولي.